بكتب، ويعني قصائد البكر عندنا بالنسبة لنا ساعة ما اتكتبت كانت حاجة عالية جدا، يعني نوع المساس يعني. النقد الذاتي بيبدأ عندنا امتى؟ لما بتنضج التجربة، لما التجربة الشعرية بتنضج النقد بيبقى قائم منه فيه، وانا بكتب تلاقيني بشرح عمال اشرح لا مش حلو، لا انا عيب، ولكن برضو عين الناقد الحصيف اللي احنا بنطرح شغلنا على مائدته علشان نوصل لمناطق الاعتبار في النص او مناطق الجماليات ومواطن الجمال فيه، ودي بتبقى امانه، وللاسف كتير بيخلوا بيها تحت بند، مش عايزه اقول الكلام يزعل حد، ولكن احنا بنشوف كتير قوي من النقاد يا استاذ عبد النبي بيجاملوا من لا يستحق، فكأنما أعطى من لا يملك بمن لا يستحق. النقد الذاتي أو النقد أنا كشاعرة بحط بعد ما بخلص النص طبعا، لأن أنا لو قعدت كل حاجة أكتبها وأرجع أقف مش هكتب، الفكرة هتروح، الدنيا هتروح مني، لكن أنا بكتب القصيدة وبتقعد يوم 2 3 5 كده مع نفسي كده أظبطها، فنشها أقفلها صح بتاع، أشوف هنا في إيه هنا في إيه. وساعات تكتبي حاجة بخط مش باين خالص عشان لسه هنغيريها. هتعدل طبعا. واحنا طرحنا من المسودات دي، لكن احنا دلوقتي انا بكتب دلوقتي على الرول على طول على التليفون، فبعمل لها ايه ليا انا فقط واسيبها، يعني ممكن تجي لي مطلع القصيده وبعد ثواني واحده حد اتصل حد فصلني. يعني النقد في حد ذاته هو ابداع، مش اي حد بيجيده، زي ما الشاعر مبدع الناقد لازم يبقى على نفس مستوى المبدع ده. فانا دايما كنت بقول لهم، كانت بتضايق شويه النقاد، بقول لهم الناقد يدور مع الشاعر وجودا وعدما، فكانوا يضايقوا قوي. يعني انت بتقولي له قلت له ايوه، انا لو شعري كويس والنص ثري حضرتك هتدهشنا باللي انت هتقوله، لكن لو نص فقير هتقول ايه سيادتك؟ هتقعد تقول كلمة مش شرق وكلمتين من الغرب على مدرستين من فوق على 3 من تحت، هتقضي الليلة، ولكن مش هيبقى. طب انت ليه بتوصلي للناقد كده بنظرة علوية؟ يعني انت بتوصلي من على بالعكس، لا والله. وبعدين انت قلت النقد ابداع. طبعا. طيب ابداع على فكرة اللي يعني بينظر للناقد بنظرة علوية عمره ما بيقع تحت مطرقة ناقد، لكن انا وقعت تحت مطرقة 80 ناقد صح. انا طبعا الناقد ده اللي هيوجهني انا ماشي صح ولا لا، ولكن انا بقول انهي الناقد الحصيف المؤتمن، لان في نقاد لا مؤاخذه بياخدوا فلوس، وحضرتك عارف الكلام ده، بياخدوا فلوس فبيقولوا ما في الخبر والقصيده ما فيهاش اصلا. مثلا بيكتبوا مقدمات الدواوين او شيء، مش بس كده، او ممكن مثلا ديوان هش كده ملوش اي 60 لازمه، او مناقشه دواوين بس ولكن صاحب الديوان بيعرف يصرف يعني. فطبعا فبتبص تلاقي ناقد المجاملات بقى، مش شاعر المناسبات، ناقد المجاملات زي شاعر المناسبات كده، او اللي بيسقف القصيده على بالعكس والله. انا الحمد لله رب العالمين وقعت تحت ايد هو احنا وقريب اخر الشهر ده في زي برضه في حاجه، خلي بالك احنا لازم نتفق على انه يعني مهما كتبنا ومهما ابدعنا لابد ان توجد نقيصه. طبعا اكيد. احنا عملنا عمل باشا القصيده انت لسه ما كتبتهاش، دايما انت لسه ما كتبتهاش، ويعني انا يعني يحضرني في هذا المقام يعني مثلا ما نقله محمد عبد الوهاب، وهو الموسيقار الاجيال المعروف. ومحمد عبد الوهاب يعني كما قيل يعني ان لم يكن مطربا وموسيقيا فكان من الممكن ان يكون دبلوماسيا، يعني كان راجل طبعا ذا شأن كبير. هو عاش وكان محظوظ طبعا، عاش فترة من حياته مع أمير الشعراء أحمد شوقي في باريس، وكان يتردد عليه كثيرا، بل إنه شوقي يعني هو الذي نصح عبد الوهاب ألا يغني وهو صغير، لأنه هو التقى بعبد الوهاب في يعني حفل مدرسي، إحدى المدارس يعني كانت تقيم حفل، فجاء عبد الوهاب يغني وهو صبي في 10 سنين 12 سنة، فأعجب به شوقي في ذلك الوقت، ثم التقى به ونصحه ألا يغني الآن حرصا على صوته، ثم اصطحبه إلى باريس. بقى شوقي كان ليه طبعا شقة في باريس، وطبعا حياة شوقي حياة معروفة يعني، ونقل عبد الوهاب طبعا يعني أجبر شوقي على أن يكتب بالعامية، يعني ربما لا يعرف هذا الكلام كثير من الناس. كتب بالعامية ليغني له عبد الوهاب.
يعني شوف نزل شوقي الى كتابه العاميه ليغني لا هو ما نزلش الغيره على العاميه المصريه. اصحى وجهين طبعا لكن مش نزولا. على فكره بعض الفطاحله لما بس على فكره انا مبسوط برد الشوق، هي لغه الشارع اكثر كمان، وهي الاقرب للناس كلها والاصعب وممكن تبقى الاصعب في كتابتها لان القصيده العاميه ما بتتعملش ما بتتصنعش. المهم يعني ايه الشعر يعني ويل لطالب العلم ان هو راضي عن نفسه. وهذه العباره قالها احمد زويل وهو يتسلم جائزه نوبل. ويل لطالب العلم ان هو راضي عن نفسه. وقال انه الممثل العظيم محمود مختار اللي احنا بنمر على التمثال بتاعه في نهضه مصر قدام حديقه الحيوان ومدخل جامعه القاهره، قال انه محمود مختار وهذا التمثال على فكره بني بالجهود الشعبيه يعني من الاكتتاب قيل انه محمود مختار هذا الممثل العظيم قال لو عدت لكسرت هذا التمثال لأبدع غيره، لان انا في الدماغ المثال بتاعي عندي اعلى من هذا يعني. وبالتالي احنا مهما قلنا النقد لا معنى الكلام اننا لا نغضب من النقد ولا لا كيف نغضب والنقد يوجهنا. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه. في بدايتي خالص كنت لسه قد حمدين كده، فكنت بقول قصيده في متحف احمد كنت بقول قصيده في متحف احمد بيه قمه ابن هاني. فكان في حد من النقاد الله يرحمه كان اسمه فوزي خليل الله يرحمه بتاع الفلسفه. ايوه تمام. ده بقى ايه جلاد دكتور فوزي يعني غيري كان راح كان معانا في المقهى يعني غيري كان خرج وما رجعش تاني. يعني فعلا هو يعني انت فاكره انت بتكتبي كويس وبعدين ما توقفيش تشرحي اللي انت بتقولي ان احنا بنفهم يا اختي وحاجات كده. فجلدني لدرجه ان انا بقيت في تحدي 3-4 سنين لحد ما حضرت في ندوه تاني في قصر اصول الثقافه، وكان هو يجلس على المنصه وتعمدت ان انا اقول نفس النص تاني اللي انا قلته قدامه جلدني بسببه. واذا به اشاده وطبعا بقى هو كده جه في ملعبي انا بقى امتص الزعل اللي انا زعلته. فقلت له على فكره يا دكتور هو ده نفس النص. قال لي ولكن بدون المقدمه. الله انا فاهم كويس انا قلت ايه وعارف النص. جميل قوي ده حاجه هو ابهرني ان هو كمان قال لي انت فكرك الحاله اللي انا عاملها لك دي مش عجباني، انت لو ما اتحطيتيش في المطحنه دي هتنامي وتريحي في الطريق مش هتوصلي اللي انت عايزاه. انت اشعارك كويسه فما ينفعش تهدري اللي انت بتعمليه بشويه حاجات كده ممكن اكون لازع معاكي بس تاكدت دلوقتي ان اللزوعيه اللي انا لازعه جابت نتيجه. طيب نستمع للاستاذه عفاف التركي شعرا، اتفضلي. قال الحكيم يا بنت قبل 40 وبنت بعد التجربه، ازاي لقاك تضي طفله صغيره على باب نهار، وازاي عليكي اتشرقت كل الظروف صنعت حصار، وازاي مساحه قلبك تساع تتخطى حد الانهيار. عمرك خضار والزمن علقا ربيعك، زقزقك عصفور هنا طلعت قصيدة، عطفك ملاك عشق بإيديه كما وردة بيضة، غرزت في حضن الليل ففاح منها النهار. رديت أنا المعجزات المؤمنة بي انتهت، أو ربما فقدت نبوءتي سحرها، فبقيت بشوف من بعين علامات التعذب بس، ويوماتي بخرج من هدوء المصطنع ولعن وسب كل الكنايات الكتيرة المبهمة في روحي. ما بقتش محتاجة ميدان الفلسفة تسمي بالحنيني ولا علبة المكياج تبالغ في مدح تقطيع البراءة وتفور ملامحي علشان عيون متغربين تشتاق. قال الحكيم إذا كان في إيد الهوى كنت عامله ترياق، فتكوني أنت المعجزة والصبر وتكوني شاهد على الحنين. قلبك بمارة أمين وحجرة في رحاب الوجع، قلبك جدع لما اشتعل نط في البحر الغويط لحد حن ما بطوق ولا قشة قدرت تنجده، فساب خياله ينطلق على المية قام طفى على المية كما أهل الخشب. رديت أنا مستسلمة للريح قوي، ومطرح ما خدني موج رسيت، مطرح ما زمزمني الهوى بركض برجلي ارتفع حبة، كفوف خفية شيلاني بحنان وحس الشجر معزوفة جوايا. مديت ايدي على القمر فاختفى، فردت طولي خرجت بره الكون وشاورت على التفاصيل اللي مش في تبان، وحكيت من عيال الخيال حواديت فناموا شبعانين. قال الحكيم قست المسافة بين قلبك وبين عقلك وما لقيتكيش،
ورجعت أعد من البداية كم يرضى لازم تبعدي عنك علشان تشوفي بعينيك الحقيقة مجردة، وعشان براءتك تحتشي محبة. فما تنعتيش المراية بأبشع الألفاظ علشان بتعكس لك حبيبك فارس خشب على خيل وخاني. رديت أنا مني العجب، أنا كنت بتنفس في صدره بينطلق وأقول له يا مولاي يبتسم ويخاف، وكنت بوهب له القصايد حرف حرف صدقة طلوب الغايب وتجيبه في منام. نوع من الوصل المباح بيسد ريح الانهزام ويعنكب الأشواق في عيني الأسئلة، فاشتاق أوي واشتاق أوي يبعد أوي. قال لي حكيم طرد الهوى في حالتك انت بينعكس، لكنه سر الناس أكيد متعرفوش. ازاي بعد سنتين خلى اشتعال الجمر فيك النار ما بتطقهوش، وازاي قاوحت المشاعر وركبتي قطر الروح وبقيتي جوه الحياة نغمة في ايد عواد احساسه في ساعة تجلي فر مرجعلوش. رديت لاني رديت وبقيت في حضن الليل وبسمع الحواديت وبروح في سابع نوم، والفكر مستني المشاعر على نصة الأحلام كما شاب غاوي يعاكس بنات الحي ويقبح، فتفور في وشه الهواية لحد ما تنطفي، يطلع يعيد النوم بعزف ممل منفرد ويخمر الحلم بحبيبته في قلبه ويعد الرديف، ويقرر يكون في عرف أهل الهوى محروم ويكون في ورد العاشقين تسبيح. قال الحكيم ملكيش دوا غير اللي كان هو نفسه داء، قلت أنا ملهوش دوا إلا إذا قرر فيه المشتاق. جميل جدا استاذ عفاف التركي. استاذ عبد الله رمضان، من اول من انتقد؟ يعني من يعني يوجه النقد، يعني وهل الشاعر هو الذي ينتقد نفسه في البدايه في مرحله التنقيح والمراجعه؟ هل يعتبر هذا نقد يعني في بدايه القصيده؟ هو الشاعر لما بيشتغل على القصيدة بتاعته زي ما حضرتك قلت كده في المرحلة اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتالي كتابة القصيدة، يمكن عفاف قالت الكلام بطريقة ذكية جدا لما قالت ان لو هي ممكن لو وقفت عند نقطة مش عايزة تيجي أو كلمة مش عايزة تيجي أو لفظة مش عايزة تيجي ممكن الموضوع كله ما يكملش. فهي ممكن أنت بتحفظه بأي وسيلة وبعدين بتكمل وبعدين تشتغل بعد كده في النواقص اللي ما كانتش صعبة. وممكن تلاقي الموضوع في حرف، يعني ممكن تلاقي ان انت كلمة عابرة جنبك او في كلمة او حرف، انت شلت حرف وحطيت حرف او ما شلتش وضفت حرف. أزمة القصيدة بالنسبة لي أنا كعفاف مدخلها دايما كده على فكرة، مش انت بس، هي اللي بتبقى لا هي على فكرة مدخل القصيدة هو كتير جدا من القصيدة، لأن هتقول ايه الموضوع ايه اللي انت بتتكلم فيه يعني. ودي يمكن أصعب حاجة على فكرة، ده اللي بتصحيك من النوم دايما. طب أكتر حاجة نقدك عمل ايه؟ لا أصعب النقد، لا أصعب نقد اتوجه لي أنا ما زعلتش منه بعدها. أنا زعلت منه ساعتها النقد ده، بس أنا ما زعلتش منه بعدها. أنا زعلت ساعتها وبعدها ودلوقتي. لا أنا ما زعلتش بعدها. البس ده. أنا ما زعلتش بعدها، أنا زعلت ساعتها يعني. أيوه. لأن أنا كنت زي ما أنت قلت كده، كتير مننا لما بنكتب بيعتقد في نفسه في الأول إن هو ما فيش حد بيكتب زيه. وغالبا بعد ما بتنضج الحالة الشعرية ويبتدي الواحد يعمل ديوان، اللي كتبه في الأول خالص ما بيحطوش فيه، أو يعني الكتابات الأولية ممكن نجد أنها يعني السوازيج قديمة ما تقدرش يعني ممكن تبص تلاقي ما تنفعش تتكتب باسم تحط تحت اسم عفاف ترك أو عبد النبي رمضان في الديوان بتاعك. عكس الكلام. أنا الكتابات اللي كتبتها في الأول خالص، لأن الكلام ده مثلا ممكن يكون في مرحلة في أولى ثانوي أو في مرحلة الإعدادية. كانت ممكن تكون المشاعر الساذجة اللي ممكن تكون في مرحلة المراهقة، فمحاولة ترجمتها بقافية، يعني الموضوع مجرد إن كلام ممكن يكون الموضوع منه قافية. لكن الشعر اللي اتحط في أول يومك من اللي أنا كاتبه قبل كده؟ كنت من اللي أنت كاتبه قبل كده؟ لا. يمكن حتى الغابة أول ديوان ليا قصيدة الغابة مكتوبة في مرحلة متقدمة جدا، يعني مكتوبة بعد ثورة يناير أو أعتقد من قبل ثورة يناير ده بالليل أو في حدود لكن هي قيلت بعد ثورة يناير كانت إيه يبقى الغابة يبقى ليها
فانما النقد اللي كان وجه ليا وكان فعلا نقد، انا زي ما بقول لك كده انا ما زعلت منه ساعتها جدا. طب نخلي لان كان هنأجل الاجابه. يعني انت هتقول على النقد ده القاسي الذي وجه اليك بعد ما نروح لفاصل، بس هنسمع حمدين قبل ما نروح للفاصل. نسمع حمدين الشاعر، انت تفضل وبعدين نروح لفاصل ثم نعود لاجابه الاستاذ عبد النبي رمضان. راسة السلم تايه كحال الظهر لما يسيب ايديا في لعبة الطاولة، كحال طير انكسر عشه في عز البرد مرمي وحيد، وصابني الحزن كمعيل يتيم قبل الدخول على العيد، مكلبش روحي نص جديد بينهش فكري وشرودي، وعدى في ليلي حزن طويل معدي بحوري وحدودي، زارتني الذكرى من طفلة وعقلي البكر دمه وباح، سابتني بموت من اللهفة وقلبي من الحرام مرتاح، سابت لي الضبة والمفتاح وقالت يلا شوف حالك، عرضت فؤادي يوم للبيع شروه بالبخس من الترقيع وجاية تقول لي خير مالك، أنا والله مش مرتاح ولا قادر أكون ليكي، فتحت عيوني على الدنيا لقيت كل التضاد فيكي، أنا عايزك ومش قابل، أنا شاري لكني ببيع، نصيبك من الوجع كان كام، نصيبي أخدته بالتربيع، يا أسوأ شيء لمس قلبي وأطهر شيء في كل السوق، أنا مختل في توازني مغيب بس عايز أفوق، أنا من مر لسه بدوق ومن أحزاني مال الكاس، بحبك بس مش عارف بعدني إزاي بأي أساس، يجوز العيبة كانت فيا، يجوز الحسبة طلعت غير، بحبك بس دون تفسير ودون ما أعرف بحبك ليه، رميت البعد وكأنك بترمي عليا كلمة فيه، فبضحك وافتعل تسقيف واشوفك زي نص رغيف بيتمخطر قصاد الجوع، واذا سأل الجميع عنك يوماتي بغير الموضوع، وببدأ اسرد القصة واكون جاني ومجني عليه، والوم على الدنيا بنت الايه، واجيب الذنب على الايام، وليه يا حبيبتي بس ازاي ما عادش ما بيننا اي كلام، كبرنا يا حلوة وعرفنا بان القصة مش كاملة، وان الدنيا لو سكر هكون وقت النزول نملة ماليش غير الفتات على الارض، على كل انا ناسك بتم نوافل في غيابك على امل اصلي الفجر. جميل جدا. سيد السادة الى هذا الفاصل القصير ثم نعود لاستكمال اللقاء مع ضيوفنا الكرام في الموقع الثقافي الشاعر عبد النبي رمضان عفاف التركي، حمدين محمد دردرة، وحديثنا حول النقد الشعري، النقد الذاتي والنقد الورشة والنقد الموضوعي والاغراض الذاتية، مراجعة الشاعر لما يكتبه من شعر، والنقد كفن إبداعي مستقل بذاته. أسئلة السادة إلى هذا الفاصل ثم نعود لاستكمال اللقاء مع حضراتكم، فلا تذهبوا بعيدا. يا واهب الخلد للزمان يا ساقي الحب والأغاني، يا واهب الخلد للزمان يا ساقي الحب والأغاني، يا واهب الخلد للزمان يا ساقي الحب والأغاني، هات اسقني واسقني
أساتذة السادة، عدنا لحضراتكم مرة أخرى. نحن في المقهى الثقافي، ضيوفنا الكرام الشعراء عفاف التركي عبد النبي رمضان، والموهبة الشعرية الجديدة الشابة حمدين محمد دردرة. حديثنا حول النقد الشعري، ونعود للأستاذ عبد النبي رمضان ليجيب عن السؤال الذي يعني أجلناه لما بعد الفاصل، حول من أول من وجه النقد، وهل كان لاذعا، ولكنك يعني فهمنا من كلامك انك استفدت منه ولكن من هذا النقد، ولكن فيما بعد. اتفضل. وانا كنت في الوقت ده موجود في مكان من الاماكن الثقافيه المعروفه يعني، وكان كل اللي عنده حاجه بيقولها يعني كل واحد بيقول قصيده او حاجه. فبعدين بعد ما خلصت القصيده، اللي انتقد القصيدة انتقدها بطريقة صعبة قوي يعني. لا بس اللي انت كتبته، اللي انت قلته دلوقتي ده مش شعر. يمكن الموضوع هزيني قوي، لان زي ما انا اتعرفت كده ان في الاول كلنا بنعتقد ان هو اعظم حاجة اللي هو كاتبها يعني. بالذات الشعر. فيمكن ده هزني وضايقني، بالذات ان هو ما قالش ليه. يعني هو مثلا يمكن انا استفدت من دي ان انا بعد كده لو في ندوه مثلا ولقيت حد اللي بيقوله لا يرتقي لمنطقه الشعر، بس هو بيكتب كويس، يعني هو عنده بذره كويسه او بدايه كويسه، فانا ممكن بعد ما يخلص خالص والموضوع يخلص اقعد معاه اقول له عارف لو في ندوه عملنا مش عارف وقريته وبتاع وشفته وسمعته وبتاع، لا في حاجه اسمها صور شعريه، في حاجه اسمها كذا، في حاجه اسمها كذا، ما بقولوش وحش. لان في الحاله دي انا هو هنا هيبتدي يدور في وسط كلام عبد النبي رمضان ان هو يشوف ايه، يعرف يعني ايه، حتى لو ما كانش يعرف يعني ايه صوره شعريه هيعرفها، ما كانش يعرف يعني ايه يضفر القصيده هيفهم ده موضوع من القصيده فهيفهمه. فيمكن انا ساعتها اتضايقت، لان كان ممكن ده يتقال بالشكل اللي يفيدني، انما بالشكل اللي ما يفيدنيش، فده اللي ضايقني يعني. بعد الواقع دي يمكن انا كتبت الغارة وكتبت النيل وكتبت حاجات ميزان الشيطان، كتبت حاجات من احسن القصائد من وجهة نظري، واللي هي لاقت استحسان ناس كتير جدا بعد كده في ديوان الغابة لما استفزني ده. فابتديت انا احضر ندوات، اشتغل على نفسي، اقرا حاجات كتير جدا كده عشان اعرف هو ليه قال كده. ويمكن بعدها اللي خلاني قلت ان انا ما زعلتش من ده بعد كده، ان انا لما جيت اعمل ديوان الاولاني بتاعي انا ما حطيتش في القصيده دي، لان انا لو انا مقتنع ان هو اللي قاله ده غلط بنسبة 100%، أنا كنت حطيت القصيدة في الديوان. بس هو هنا أنا كان اختلاف، هو بيفتقد الأسلوب. يعني هو النقد أفادك في كل الأحوال يعني. النقد أفادني عشان بس ممكن كان يكسر حد غيري، يعني ممكن حد تاني يخرجه كشاعر ما يشتغلش وخلاص الموضوع خلص. يعني أنت لا وحش الموضوع خلص، لا خالص. اكيد صحيح. مش استغلاء وازاي توصل، لا وازاي توصلوا ده، يعني ازاي يكون النقد البناء، يعني مش ده وحش، لا هيكون احسن لو كذا طبعا. يعني شوف بقى الفرق كمان، انت ما بتقول ما يعني هو نفس المعنى، بس ازاي توصله وازاي تقوله عشان نخدم اللي انت بتقوله. طيب نسمع بعض الابيات كده من الديوان. اتفضل. تعالى نسمع عم اسماعيل اللي ما قلتهاش من زمان، هو وحشني البان اللي يمدي شكلها كده عم اسماعيل يعني. فهنقول تعالوا نسمع سوا حكايه الغلبان. عم اسماعيل عبد الصمد وابنه كان شعبان كان ابن عمره ملوش اخوات كمان، وهله كل عمره كان له بحر حنان. عم اسماعيل كان حارس للارض الطيبه، عم اسماعيل كان حارس للارض الطيبه، والعشه اللي ساكنها ما كانتش قريبه، ومراته الست مهجه عشتها مرتبه، اصل الناس الغلابه قلوبهم طيبه، والارض جه زرعها خواجه بالالغام، الأرض جه زرعها خواجة بالألغام. عم اسماعيل من يومها ما بيعرفش ينام، مرة بيحصد صبية والتانية يحصد غلام، والتالتة معزة تايهة ما سلمش حتى الحمام. وخلصت الحروب وألغامهم سابوها،
وخلصت الحروب وألغامهم سابوها، لا هم فجروها ولا حتى جمعوها، وكل يوم بتحصد أرواحنا وخربوها، وإحنا وفي كل ساعة بنلعن اللي جابوها. ولفت الأيام ودارت السنين، ولفت الأيام ودارت السنين، مجموعة من خواجات وأصلهم سايحين راحوا يزوروا مزارع زرعها سفاحين، وزرعتهم بتحصد أرواح الغلبانين. لولو كان كلبهم، لولو كان كلبهم وشكله زيهم، لولو كان كلبهم وشكله زيهم. دخل لولو وتاه في زرع أهلهم، في مزارع الشيطان وزرعها جدهم، وجه سفير بلدهم لحضرة كلبهم. الكل راح يدور حتى ابن عم إسماعيل، الكل راح يدور حتى ابن عم إسماعيل. أهل البلد والشرطة ماشيين بألف دليل، الدنيا كانت مقلوبة علشان لولو الجميل، مع إن لولو كان في الأصل كلب بدليل. وهم بيدوروا ضاع الصبي شعبان، وهم بيدوروا ضاع الصبي شعبان، والكلب لولو رجع العين كان تعبان. الكل ما بقاش يدور على الصبي شعبان، ابن عم اسماعيل الراجل الغلبان. اما ولاد الخواجه والاصل جد جبان، كان كلبهم في بلدنا اغلى من الانسان. جميل جدا استاذ عبد الغني رمضان. حمدين يعني حمدين محمد دردره. النقد برضو يعني زي ما بنقول النقد فن بذاته، فن مستقيم. انت طبعا في بداية الطريق، وان كنت حصلت على يعني بعض الجوائز في الجامعة كمركز ثالث ثم مركز اول في جامعة كفر الشيخ عن بعض القصائد، لكن ماذا يمثل النقد بالنسبة لك يعني؟ وفي الأول زي ما قال الأستاذ النبي أو زي ما احنا سمعنا، النقد الأول القصيدة الشعر. طبعا لما اتكلموا باستفاضة يعني كفت عن إن الشاعر بيمسك القصيدة بعد ما بيخلص، تمام، بيشوف بقى مثلا الصدر ده ينفع، الصدر ما ينفعش، الكلمة دي فعلا فيها مثلا هنا في الحرف ده، ممكن أشيل حرف واو مثلا، تمام، ممكن احط ممكن فاصله مثلا تاثر. كل الحاجات يعني ايه اللي هو الفينش الاخير للقصيده. بس يعني فهو من وجهه نظري الشاعر هو ودي اللي عرفتها متاخر شويه، فهم اتكلموا يعني وقالوا ان فعلا هو يعرفها متاخر، لما ينضج شويه هيبدا يعرف بقى ان هو ينقد قصيدته كويس، بحيث لما يخرجها للناس يبقى فاهم هو مطلع ايه، بس مش مطلع كده وخلاص يعني. جميل. طيب سمعنا ايه شعر؟ نص المسألة الضرب في المليان والضرب في الفاضي، ما بقتش فارقة الضرب رايح فين، ما بقتش فارقة الضرب جاي منين. ما اعرفش ليه كل ما اقول الوقت تسبقني فرقة تجرني لحنين. مين اللي باقي من البشر فيا؟ ايه اللي باقي مني جوه الناس؟ بلعب بروحي نهائي فاخسرني، واوهب ساعاتي للي فايز كاس. ليه السذاجة المفرطة في الذات؟ بكسب حاجات تتردلي في حاجات، جرح النشاز اللي انفرط مني. ليه البشر بتشوف في صفنيات؟ روح الكراسي وقهوتي جواي يزوروني خلق في حلم فيهاجروا. كان ذنب مين اني اامن يوم فلاقيني سلعة وبيا بيتاجروا. يا غربتي وانا وسط اهل وناس، اعزل في حرب زراعة دون ولا فاس. العلة صابت قلبي ثم الروح يا دناءة الإحساس. يا للحنين وغبائي وسذاجتي، مع كل مرة بقول خلاص ومفيش، وارجع أصاحب دايرة التهميش، واطلع في آخر القصة أسوأ حد. أكتاف هزايمي علقت نجمة، ولهذه الدرجة مبقتش فاكر عد. شارع حياتي مختلاش مني، طعم البعاد نشف لي ريق القلب. من امتى كان مد الأيادي الضعف؟ من امتى كانت الطيبة أصلا زمان؟ محتاج جواب من حد أطمني، محتاج لقلت الغلطة مش مني. أنا كل مرة بقول حياتي وبس، بتجيلي ذكرى سر تقتلني، وأنا كل مرة بشوف بعيني الكون أنا إيه يجيني الضربة في نيني. جميل. حمدان محمد دردرة، أنت في قبل كده كنت بتقول قصيدة شفهتك، يعني حافظ قصائدك، الآن تقرأ ما تكتب. في نصوص لسه جديدة، فعشان كده مش بلحق ان انا مش عايز اتمرس شوية عشان انا اقدر احفظهم كويس. جميل. طيب استاذ عفاف التركي، نقد المتخصص يعني نقد الشاعر للشاعر
ولنا يعني أمثلة ونماذج برضه في تاريخ الأدب. إذا تحدثنا عن أحمد شوقي طبعا كما قلنا العملاق الكبير مجدد ديباجة الشعر العربي طبعا بعد المتنبي، هنلاقي إن العقاد انتقد شوقي انتقادا لاذعا، ويعني هذا مشهور ومعروف. بل إن رفاق العقاد زي عبد الرحمن شكري وزي المزني اعترفوا فيما بعد أن هجومهم على شوقي كان لأغراض شخصية ولسبب المكانة السامقة العظيمة التي وصل إليها شوقي في العالم العربي كله. البعض رد على تجربة الناقد الإنجليزي الكبير سي.تي. إليوت عندما قال إن ما قام مثلا به كمثال العقاد لشوقي هو ما يسمى بنقد الورشة، وهو نقد المتخصص. يعني هل النقد هناك ناقد كون عمله أن يكون ناقدا فقط، أم أن الأقرب للنقد أن يكون شاعرا فيقوم بمهمة النقد؟ لا، أنا أقول لحضرتك هو أولا خليني أبدأ من الآخر. لما نجيب محفوظ فاز بنوبل ما تعرضش له؟ مؤكد ما تعرضش للهجوم؟ طبعا يتعرض. أحمد شوقي، عبد القادر المزني، واللي حصل حتى المشادة اللي حصلت بين طه حسين وابن شكوركو، فنان شكوركو، كل دي كانت ظواهر زي اللي احنا بنشوفها بالظبط دلوقتي بس على شاشات التلفزيون على فكرة. يعني زمان ما كانش متاح ده، لكن كان متاح ان يتكتب في صفحة الجريدة رأي استاذ ربيع سيسي في شعر مثلا عفاف الترك، فهي تاني يوم تروح رده. فهو ده كانت الورشة او كانت الندوة اللي كانت بتضم 7-8 من العمالقة. كانت تكفي غرفة صغيرة جدا للعقاد 3 متر في 4 متر، كان بيخرج من هذه الغرفة علم يوزع على البشر. دلوقتي احنا عندنا منصات وأماكن سواء تبع الدولة أو خاصة، والصالونات الخاصة بقت العدد في الليمون بقت كتير جدا. يعني احنا من كتر يعني الندوات، احنا كنا جينا في فترة كورونا اندثرت الندوات، مبقاش في ندوات خالص في القاهرة في العاصمة. دلوقتي بقى في 7-8 ندوات في نفس اليوم. اختار انت بقى تروح فين. يعني طب ولماذا يعني لا نعتبر مثل هذا الامر ظاهرة صحية؟ هو ظاهرة صحية اذا كان مفيد وبيأتي اثر. لكن اذا كان معلش هروح انا مجرد اقعد يتندي اسمي يعني هل نقارن عدد الندوات والصالونات بعدد المقاهي والكافيهات مثلا؟ لا، مش هنقارن ده. يعني هذا يقدم وجبة غذائية وهذا يقدم وجبة روحية وعقلية وغذاء للعقل. يقدم اللي نشوف منه. انا دلوقتي هعمل صالون ثقافي، هعمله ليه؟ علشان اللي طالعين من الظهر الجميل اللي طالع ده، علشان يلاقي متنفس ويلاقي مكان يحتضنه ويلاقي الورشه اللي سيادتك بتقول عليها. تمام. الورشه انا حضرتها ترابيزه زي دي كده وقاعدين عليها حوالي 10، كل واحد معاه نسخه من قصيدتي في ايده. تمام. هنا الجزء لا، طب قولي كده، اقول لا في انت مش حاسه في خلل، ده يقول لي البحر هيهرب منك، ده يقول لي طب ايه رايك لو شلت دي وحطيت دي ورشه. دلوقتي هي بتحصل، يعني في ورشه الزيتون قائمه لحد دلوقتي على فكره بالمناسبه، تقريبا على ما اتذكر يسر الخطيب تقريبا. الورشه دي قائمه، ولكن احنا بقى عندنا نفور من دوت. لا، احنا ممكن كنا نقبل ده واحنا لسه في بدايه الطريق. علشان احنا نروح بقى الورشه دي دلوقتي في الزحمه واكل العيش والطلبه نفسهم، الطالب دلوقتي بيشتغل وبيدرس، هيروح ورشه امتى؟ صحيح. ولكن هي ما بقتش تاتي اثارها لسبب واحد، ان احيانا اللي بيبقى قاعد ينتقد ودوت والله بيحصل، ومش والله مش بعلي على حد. احيانا بيبقى الشاعر الصغير اللي رايح اشعر من اللي قاعد ينتقد. خلينا بكل صراحه، انا بقولها بكل صراحه اجري على الله طبعا، وهلاقي ناس مستنياني بالشوم تحت، بس مش مشكله، انا انزل مع سيادتك. يعني الموهبه بتفرض نفسها، يعني الموهبه بتفرض نفسها، فتلاقي بعض المتحزبين اللي عايزين بقى يفرضوا سيطرتهم على الموهبه دي بقى كده، اللي هو الانقضاض. يعني القصيده بتبقى حلوه، فجاه يخرج القصيده مشوهه، فهو نفسه يقول ايه الامر ده؟ انا كده احلى. وربما يعني ربما تعمل فكرة ربما يتنكب التاريخ ولا كان يجيب غلط، وتدفن موهبة كنا في حاجة إليها. في حاجة
ذكيه جدا بقى احنا بنعملها حاليا. وحابين ان انت من كفر الشيخ او انت مش موجود في القاهره، ده تستفتح على طول. بيحصل ايه؟ بيجي لنا شباب اصغر من حمدين كريم بيكتبوا شعر حلو هم على بدايه الطريق، او بيحاكوا لسه او بتاع. مش هعمل بقى زي اللي بيعملوا واللي اتعمل فينا احنا. لا لا لا، انت جميله وبتكتبي، عندك استعداد حلو قوي قوي قوي، بس انا عايزاكي الساعه كذا يوم كذا تيجي لي على المكان الفلاني. بنبقى جمعانها بقى من اعمارها هي، بس هم اعلى. فانا نقدتها وما نقدتهاش، وعلمتها وما علمتهاش، ووجهتها وما وجهتهاش. حبت وتتطور هتلاقي تاني مره جت، ما جاتش تاني مره اعرف ليه مش عايزه تتعلم. اللي عنده استعداد صحيح بيجي. لما انا اقول احنا دلوقتي بتتعلم من هي سمعت هي مش ما عندهاش العين اللي بتنقد نفسها وعارفه تقول ايه وهي ايه، فتيجي تقول لا لا ده انا كنت فاكره نفسي بكتب. قلت لها كلنا كنا جايين هنا فاكرين نفسنا بنكتب، كل دول كانوا اقل منك عشان برضو تاخد دفع يبقى احنا عملنا الغرض ده بقى. المنوط بيه مش كافيه احنا نقعد عليه، المنوط بيه الصالونات الادبيه اللي بتتعمل. صح. الصالون الادب دلوقتي بيتباهى بكثره الاعداد. حتى لو احنا خلصنا 12 بالليل ومجرد ان واحد بيمسك المايك يقول قصيده ويمشي اللي بعده واللي بعده. طب وبعدين؟ اللي بيجي جديد او ضعيف زي اللي قالت عليهم شويه عفاف بيقعد 2 شعراء ولا 3 يقعدوا يتريقوا. طب ما انت وجههم زي ما قال، ويا ريت تريقه ما تتريقش عليهم، وممكن يسيبوه لحد طيب نذهب الى الشعر. سمعنا ايه؟ ايوه حاجه وانا حافظاها. اتفضلي. هقول حاجه كتبتها في مصر او لمصر ساعه الثوره، اسمها مقدسه. بتحجلك كل القلوب المخلصه، بتطوف في قلبك بالنهار، تحضن دموعك في المسا يم مقدسه. طبطبي فوق صدر حجاج المقام، اللي ماشي واللي قاعد واللي نام واللي مات مشتاق ترابك يحضنه ويلم عظمه في تربتك. فصل كفن لكنه خايف يندفن، لا يبيعوا ارضك بالمقام يا مقدسه. تحرم عليهم دخلتك، يحرم دخولهم جنتك. مادد ايديه وطالب مدد، لكنه كافر بالبلد ولا كانش حلو مرتحل، لكن هجر وما عادش من يوم ما اتولد، ولا حس مرة باشتياق لابس ثياب الوسوسة. يا مقدسة يلي اشتهجيتك من حروف البسملة قبلة وصلاة، درويش وهايم في الخلا متوصلة بحبال غنى حواديت، بتحكي للعيال الطيبة سر اعتلاء العرش واحتكام المملكة بدون ما يتنقد الهدوء. سر الهدوء في علو صوت الجلجلة، وازاي تكون فاكر وشوش الأسئلة وساعة الإجابة تلقى كله بيتنسى. يا مقدسة يا أيها الوطن الشريف، يا انحسار الشوف عن رمش الكفيف، يا صورة العذراء بتحضن صوت أذان النقشبندي، يا كف ممدود على الرصيف. اسجد مكانك واعمل صلاتك على الملأ، سبح باسم ربك الذي خلق الضعيف علشان تقر من القوي. عابر سبيل يا ابن السبيل، ولا السبيل ما بيعترفش بالعبور. عابر سبيل يا ابن السبيل، ولا السبيل ما بيعترفش بالعبور. غمض عينيك المفتوحين، افتح عينين من غمضين علشان تشوف. لسه التراب له شنته ويملى عليك، ولا التراب راحت عليه وما عادش فيه غير الحصى. يا مقدسة. جميل جدا أيها السادة، إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود لاستكمال اللقاء مع ضيوفنا الكرام في الموقع الثقافي الشاعر عبد النبي رمضان عفاف التركي والموهبة الشعرية الجديدة حمدين محمد دردرة، وحديثنا حول النقد الشعري والنقد الفني وأنواعه المختلفة. السادة إلى هذا الفاصل ثم نعود لاستكمال اللقاء، فلا تذهبوا بعيدا.
سيدة السادة، عدنا لحضراتكم مرة أخرى. نحن في الجزء الأخير من المقهى الثقافي، حديثنا حول النقد الشعري، النقد الذاتي ونقد الورشة والنقد الموضوعي والأغراض الذاتية، مراجعة الشاعر لما يكتب من الشعر، الحوليات في الشعر الجاهلي كمثال، نقد المتخصص للشعراء، النقد كفن ذاتي مستقل إبداعي خاص. أستاذ عبد النبي، النقد نفسه له جوائز. حتى عندما مثلا نتقدم للحصول مثلا على عضوية مثلا اتحاد الكتاب، يبقى في دواوين أو في نقد، يعني في مؤلف أو مصنف عن النقد. يبقى إذا النقد نفسه هو إبداع آخر يعني. فلماذا يعني يرضى بعض الشعراء من النقد؟ يغضب بعض الشعراء من الناقد الذي ينتقد من ليس مثله. يعني مثلا أنا بكتب، لو الناقد شاعر زي ما حضرتك سألت السؤال ده من شوية، قلت هل الناقد الشاعر ولا الناقد اللي مش شاعر؟ أعتقد إن الناقد اللي بيكتب في نفس اللي كان بدايته إنه بيكتب في نفس المجال ده ممكن يكون أقدر شوية، بس في المشكلة إن هو لو الكتاب اللي بينقده أو الزميل اللي بينقده ما بيكتبش بطعم قريب من اللي هو بيقوله، هنا هيبقى النقد بتاعه مش صحيح. يعني لما في أنواع لم يصادف هوى لديه. لأن هنا لما باجي أتكلم مثلا عن الشعر العامية، هلاقي إن في حتى في الشعر العامية في ناس بتكتب على بحور مختلفة، أو هنقول بتكتب كل واحد ليه، زي ما يمكن أنا بحب أسميها كل واحد بيكتب بطعمه هو مش بطعم غيره. فأنا لو أنا ناقد وعبد النبي رمضان ناقد، فلما هيمسك كتاب أو شاعر عشان ينتقده بطعم عبد النبي رمضان، هو حاطط عبد النبي رمضان جواه وهو بيقرا الكتاب ده، أكيد النقد هيكون مش كويس. إنما لو اتكلمنا بقى على النقد بأسس نقدية ثابتة يعني واقعية بقى، لو في معيار للنقد، معيار ثابت، يبقى إذا هنا لا تتحكم المشاعر الشخصية للناقد فيما إذا في مسطرة كده مقياس معين. أنا ضد الكلمة اللي بتتقال أصلا، يعني مفيش معايير ثابتة. أنا عايز أقول إن النقد على أسس. لا حضرتك تقصد النقد الأكاديمي. يعني مدارس وبيرجع ليه. إنما مش هنقد لمجرد إن يعني أنا عبد النبي رمضان فأنا هنقد عفاف، يبقى عفاف لازم لو ما كتبتش زي عبد النبي، أنت فاهم أنا قصدي إيه؟ ففي الحالة دي هيبقى النقد بتاع هو مش هيبقى ممكن بس. طب ده موجود ولا مش موجود؟ موجود كتير. نستمع للشعر بس عبد النبي، ثم نعود لحديثنا حول النقد. تفضل سريعا، يعني معك يعني دقيقة واحدة، تفضل. نستمع فيها للشعر من الأستاذ عبد النبي رمضان. أنا هقول أمي مش ممكن تموت. أمي راحت بس مش ممكن تموت، هي مش بتغيب عن فكر يوم ويفوت. أمي مدرستي الكبيرة، أمي مدرستي الكبيرة، كبرتني، فهمتني، علمتني تبقى إيه هي الأصول، ارضى بالمقسوم عبادة. أمي أحسن قيادة، كانت القبطان لبيتنا لما أبويا كان مسافر لأجل ما يحسن عيشتنا، كانت أمي وأب قادر. أمي ما شافتش في حياتها غير قليل من السعادة، حتى لما جه أبويا من السفر بعد السنين لأجل ما يشيل عنها حبة أو يكون جابوا الحنين، كان زمانها أقوى منها وانطفت تعب السنين. قال طبيبها إنه فيروس أجنبي لكن لعين، اسمه حرف وفعله قاتل، اسمه حرف وفعله قاتل، كبدها له مستكين، كان بينهش، كان يدمر، زاد عليه الأنسولين. وضرطها قال يعني ناقصة، ضرطها قال يعني ناقصة، بس كانت جامدة وقوية زي مكنة الطحين. أمي للقلب الحنين اللي مليان بالحياة، أمي مهما كان تعبها كانت بتكتم كل أمي كانت دنيتها تفرح لما بتشوفني سعيد، أم أب كانت بتطرح أحلى فجر اليوم جديد. أمي زرعت فيا دايما قلب أقوى من الحديد، قلب بيسامح وطيب، قلب بيسامح وطيب بس هو كمان شديد. أمي دمي في الوريد، أمي دمي في الوريد، لما راحت راح معاها كل فرحة في كل عيد، لما راحت راح معاها كل فرحة
جميل جدا استاذ عبد النبي رمضان. استاذ عفاف التركي، انت متصالحه مع نفسك مع النقاد ام هناك غضاضه؟ لا خالص، انا بس ما عنديش غضاضه، ولكن انا بيزعجني الناقد ان هو عارف ان ده مش قدر الشاعر ويلبسه حلل لا يستحقها، وبالتالي انت بتعمل ايه؟ انت على الناحيه الاخرى بتهدم الكيان او الكيان الحقيقي او المتحقق، لان هو شايف ان الكثافه في الرؤوس. انت كده عملت ايه؟ عملت سويت اللي هو مش او بيكتب قليل زي اللي هو متمرس وبيكتب بقاله كتير، زي اللي بيغش في الامتحان والاثنين بيجيبوا بالظبط زي كده. فهي انا بعتبرها جريمه، واسفه في اللفظ، هو مش انا على غضاضه او لا، ولكن بيخرج خارج حساباتي، مش ببص له انه اللي هو خلع عنه عباءة النقد اللي هو عامل. لا بس انت عندك حساسيه جدا جدا، لان انا في الوسط، انا بقالي من 2009 في الوسط، فانا بشوف كتير. طيب. ولذلك في ناس معينه حتى لما يعني بتحط تحت يعني مقصله النقد ده انا بتفرم، مش مهم اتفرم، انا بيعجبني ده، انا مش عايزه انقد، بس يبقى نقد صحيح. انا مش عايزه انقد يجي لا مؤاخذه يطبطب عليا، انا مش عايزه اطبطب عليا، عايزاه يقول لي ايه الصح وايه الغلط، انا ماشي ازاي، انا يعني اتجاهي ده صح اكمل فيه، لا عشان نزيد ما نزيدش. بالظبط، علشان انا بص، هو الحفاظ على النجاح طبعا اصعب من الوصول للنجاح نفسه. اكيد. حابين عشان تستفيد من تجارب الاخرين، يعني احنا برضه الهدف برضه ان انت تكتسب خبرات شعراء كبار وتتهيأ لان تتحمل النقد سواء كان موضوعيا او لاذعا، يعني يعني ده بالنسبه لك هيبقى درس مفيد جدا في المستقبل. نحب نختتم معاك بقى بحاجه كده على نفس المستوى، يعني سمعنا ايه؟ النص ده جديد، لسه عايش بس يوميا بموت، قلبي نابض بس ناقص صوت، لسه بجري في الحياة وبتجري بيا، وين وقفت القطر يدهسني ويفوت. حزن ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ حزن بحر ومهما اعوم ما بطولش شط، سيب ايديا وشد قلبي من اللي فيه، في سباق بيطول ومفيش له خط، 100 هزيمة وضعفهم نكسات وضعف، كام يا ذنب المرة دي اغلط وتعطي، كل مرة بقول خلاص وقرار نهائي، بكتشفني في كل مرة يزيد عياطي، رب إني قد ندمت وقلت هرجع، ليه لا أصدق ثم تكشفني الخطيئة، بجري يم الذنب بالسرعة الكفاية، وقت توبتي بمشي بالخطوة البطيئة، انت عالم باللي فيا وباللي حاصل، رغم إني معاني أحكي وصوتي حشرج، ضاقت الأيام عليا وانت بس وحدك تستطيع تشوف لي مخرج، مش همل ومش هسيب الذنب يغلب، كل خطوة خسارة جايبة 2 مكاسب، مش مهم الوقت امتى وفين هكون، المهم في يوم وصولي يكون مناسب. أساتذة السادة، باسمكم جميعا نتقدم بخالص الشكر لضيوفي الكرام في المقهى الثقافي الشعراء عفاف التركي عبد النبي رمضان، وأيضا الشاعر والموهبة الجديدة الشاب حمدين محمد دردرة. شكرا جزيلا لحضراتكم، شرفتونا في المقهى الثقافي، وحديثنا كان طبعا حول النقد الشعري والنقد الأدبي بأنواعه المختلفة، والنقد الذاتي ونقد الورشة والنقد الموضوعي ومراجعة الشاعر لما يكتبه من شعر، والنقد المتخصص ونقد الورشة كما قلنا. وإن شاء الله لنا يعني لقاءات أخرى في حلقات قادمة. شكرا جزيلا، شرفتنا وأيضا شكر موصول للزميلة إيمان نادر من الهندسة الإذاعية. الأهم أن تنادي في المقهى الثقافي ربيع سيسي لإذكاء الحوار.